يا جماعة، شو اللي قاعد يصير في جدة؟ برشلونة اليوم مو جاي يلعب كورة، برشلونة جاي ينتقم. 4-0. نعم سمعتوني صح، 4-0 في شوط واحد بس. بلباو اختفوا من الملعب. خلوني أقول لكم السالفة بسرعة قبل لا يسجلون الخامس. المباراة في الجوهرة المشعة، نصف نهائي السوبر الإسباني، والكل كان متوقع مباراة قوية وتكتيك ودفاع، بس اللي صار شيء خيالي. أول 20 دقيقة هدوء ما قبل العاصفة، وفجأة الدقيقة 22 فيران توريس يفتح الباب ويقول بسم الله، جول أول. قلنا عادي بلباو بيرجعون، بس الدقيقة 30 فيرمينو لوبيز يعطيها الثاني. الدفاع انهار يا جماعة، ما مدانا الناظر الساعة. الدقيقة 34 روني براداجي يسجل الثالث، وبعدها ب4 دقايق بس الدقيقة 38 رافينيا يختمها بالرابع. لحظة، أنتم مستوعبين؟ من الدقيقة 22 للدقيقة 38 يعني في ربع ساعة بس برشلونة سجلوا 4 أهداف. هذا مو لعب حقيقي، هذا واحد حط اللعبة على وضع إيزي في البلاي ستيشن وقاعد يطقطق على ربعه. بلباو حرفياً كانوا يتفرجون معانا في الملعب. الحين السؤال اللي يخرع، إذا هذا صار في الشوط الأول بس، الشوط الثاني إيش بيصير؟ هل بتصير نتيجة تاريخية تكسر الأرقام، ولا بلباو بيحفظون ماء الوجه؟ اضغط سبسكرايب وفعل الجرس الحين عشان أول ما تنتهي هالمجزرة الكروية أجيب لكم الخبر الأكيد. سلام.